سلام بنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديال هذا النهار هيكون خاص غير بالحجبان. غنهضروا في واحد الموضوع اللي دارج بزاف اللي هو الميكرو بليدينغ، اللي كيوصلني عليه اسئله بزاف. في كل مره كنحط فيها ستوري في انستغرام او الفيسبوك، الاسئله اللي كتوصلني واش فيه الاضرار، واش كتبدل لا كولور، شحال كيبقى، واش هترجع لا كولور فيغ لو بلو بحال كيوقع من مورا تاتواج. اليوم ان شاء الله غنجاوبكم كاملين على الاسئله ديالكم. بالنسبه للحجبان اللي كيكون فيهم ميكرو بليدينغ ما كتبقى فيهم حتى حاجه، او كونترير كيبقى داك اللون كيمشي تدريجيا حتى ما كيبقى والو في الحجبان. داك لا كولور ديال السيمي بيرمانون بوحدها كتمشي. الطريقه ديال الميكرو بليدينغ كنديرها بوال ا بوال. سافو دير كاين واحد بحال واحد ستيلو كنلصقوا فيه واحد اللام اللي صغيره وكنبقاو نرسموا بها دوك الشعيرات. وبزاف ديال الناس اللي كيسحب لهم واش الميكرو بليدينغ هو اللي كنزرعوا به الشعر. لا، الميكرو بليدينغ بوحدو كيجي تري ناتورال بحال ما دايره الحجبانك والو، كيجي زوين بزاف. والمده ديالو كيبقى تقريبا عام على حسب كل وحده. انا حاولت نشارك معكم المراحل المهمه اللي كدوزي منها. اول حاجه كي كتشوفي كنحاول نشوف الحاجب ونشوف الفراغات اللي فيه وكنقيه، وعاد كنبقى نشد لا فورم اللي غادي تجي مع وجهها وتجي مع الملامح ديالها. من بعد كناخذ العبار كنشوف انا وياه واش كلشي هو هذاك، واش لا فورم هي ديك عجبها، واش مقتنعه بها. ومن بعد كندير واحد البنج اللي موضعي اللي كيخدر لينا الحاجب، حيت كيكون واحد الجرح خارجي ما كتحس بوالو، غير باش نخدم ترونكيل وهي تكون مرتاحه. الناس اللي نصحهم ما يديروش الميكرو بليدينغ هما الناس اللي فيهم السكر، حيت كما سبق لي وقلت كيكون واحد الجرح خارجي، والناس تاع السكر ما كيبيش يبرى لهم الجرح، داكشي باش من الاحسن ما يديروش كاع. والناس اللي كيشربوا شي دواء كيجري الدم تاع هادو كنصحهم ما يديروش. هتقولوا لي علاش كيصلح الميكرو بليدينغ وشكون كيديرو؟ هو المزايا اللي فيه اللي عندها حجبانها خفاف وكتبقى كل صباح اولا كياخذ لها وقت كثير باش تبقى تراسي، سواء كدير فيها بوبيير سواء كدير كرايون. الميكرو بليدينغ كيوفر لك بزاف ديال الوقت. والناس اللي كيديروا الميكرو بليدينغ هما اللي كيكونوا فقدوا الحجبان ديالهم اولا اللي عندها ضربه في حجبانها مني كانت صغيره، الناس اللي كيكون عندهم اصلا الحجب ديالهم خفيف ولا ما كاينينش كاع، اولا البنت اللي كيكون عندها الحجبانها خفاف كتبي تعمرهم، بحال البنت دابا اللي تنصايب لها عندها فراغات بزاف في حجبانها، تبارك الله حجبانها زوينين ولكن عندها فراغات. غنحاول نعمر دوك الفراغات وغنقرب لها الحجبان حيت عندها متباعدين كما كتشوفوا. هانتوما خليكم مع الفيديو حتى الاخر، كيبقى الحاجب زوين بزاف. المهم نخليكم مع الفيديو حتى الاخر. الا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع صحاباتكم وتخليو لي كومونتير زوين. نتلاقاو في فيديو جديد. Thank you.